السلام عليكم. الزون في اللاون. أنا نزار وردية، سفيرة التراث الشعبي الأصيل الجزائري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت نحضر مهرجان كسكس زيد باش نشوفوا أنواع أطباق كسكس مختلفة من ولاية لولاية، من منطقة منطقة، من دشرة لدشرة. الكسكس كيفاش جا؟ كيفاش حكايته هي كاينه طفله صغيره في الجبل، اش حكاونا جدودنا. هي واش كانت دير في الجبل تما، واش عايشه في الجبل، تلعب بالتراب، تخدم بالتراب، تخدم ومن بعد جاها ابتكار. راحت للدار قالت لها يما اعطيني سميد، حبيت نخدم عفسه. عطات لها السميد وبدات تخدم. طلع البنات تاع بكري شاطرين يخدموا، تسمى الاهل يدخلوهم في يطيبوا يعجنوا، هما صغار ويعجنوا. عطات لها بدات تطلع حتى طلعت طعام. اوه ماي جاد. وكاين تاني عندنا الطعام مثقوب. كيما طعام مثقوب كيفاش يتخدم باش يكون كيفاش طعام مثقوب، كي شغل بالرقموش مثقوب. هي كان بكري ما عندهمش الشيشه، ما عندهمش الناس، ما كاش الشيشه مخصوصه، ما كانش. واش داروا؟ رفدوا الملح الخشين هذاك والسكر الخشين، يرموا عليه الماء ويرموا عليه السميد، يقول لك يذوب، جام يذوب باسكو خشين ما يذوبش. واش يديروا؟ كي يبداو يفتلوا ويطلع طعام. ايه ده؟ هذاك السميد يطلع كيما نقولوا الملح هذاك والسكر يتربى يولي حبه كسكس، يولي يعني حبه طعام. يبداو يفوروه، كي يفوروه سبحان الله، كي يفور يبدا هذاك الملح يذوب، يخرج من الحبه هذيك، يبدا يخرج. كي يخرج يدير تقبه، سماوه طعام مثقوب. Be sure you get the right attribution there.